السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت الإعلامية الكويتية مي العديان وفاة مها ابنة الفنان القدير الراحلة مريم الغضبان، ونشرت على حسابها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لابنة الفنان الراحلة، وعلقت عليها قائلا: نعظم الأجر لعائلة الفنانة مريم الغضبان بوفاة ابنتها مها، الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جنات ويرزقهم الجنة وسعها السماء والأرض، ادعوا لها فالدعاء رزق للميت. وتفاعل معها العديد مبدين تعاطفهم مع أسرة الراحلة، كما تذكر الفنانة الراحلة التي شكلت وجه من وجوه الزمن الجميل بحسب تعبيرهم، وأشار إلى أن مريم الغضبان هي واحدة من أول سيدات الكويت إلى جانب مريم الصالح، وقفت على خشبة المسرح في الكويت، فقد شاركت في مسرحيات مدرسية في منتصف الخمسينات، وظهرت بأول عمل فني لها كممثلة محترفة في مسرحية صقر قريش في الموسم المسرحي الذي قدمت عرضه بين العامين 1960 و 1961، وحيث سجلت حضورا مهما في عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية كمخرجة وممثلة، وكانت عضو في فرقة المسرح الشعبي وجمعية الفنانين الكويتية، كما برزت من خلال تقديم دورها في مسرحية باي باي لندن الشهيرة إلى جانب الفنان عبد المحسن عبد الرضا. أما آخر أعمالها فكان مسلسل يوميات متقاعد الذي عرض في عام 1995. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.